شيكابالا وزيزو عاملين مؤامرة ضد فيريرا علشان يمشوه. مرتضى منصور هو السبب في اللي بيحصل ده. السويد بتاع شلبي والحلاوة اللي اخدها لعيبة الزمالك قبل الماتش ب 24 ساعة هي السبب في اللي بيحصل. لا 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 لا، البنجو والمخدرات هم السبب. مرتضى منصور، زيزو وشيكابالا، فيريرا، جمهور الزمالك اللي في المدرجات هو السبب. انا السبب وانت السبب. ده على مستوى مين السبب في اللي نادي الزمالك وصل له. السبب في اللي نادي الزمالك وصل له ده يا عزيزي المشاهد هو الجمهور اللي من كتر حبه لناديه نفخ لعيبه ملهاش اي لازمه، لعيبه جايه من الغيط. مع احترامي للي في الغيط، اللي في الغيط من غير ما يلعب كوره على راسي من فوق، هو على راسي من فوق شخص شريف محترم مجتهد. اما اللي في الغيط وجاي يلبس تيشيرت بتاع نادي كبير اهلي زمالك بقى، وانت فضلت تنفخ فيه لحد ما خليته نجم وهو اصلا محدث نعمه، يبقى مين السبب؟ يبقى انت السبب عزيزي المشاهد. يبقى انا السبب اللي بنفخ في لعيبه ما بتعرفش يعني ايه اساسيات الكوره اصلا. اقسم بالله يا جماعه عايز اقول لكم انك لما بتشوف ماتش لايف كمان على التلفزيون الكاميرا بتبقى مداريه، برضو مداريه كوارث. لا انت عايز تشوف اللعيبه مش عارفه تباصي الكوره ولا لا، احجز تيكت وروح اقعد في مكان لوحدك واتفرج على اللعيبه. شلبي مش عارف يباصي الكوره، السيسي حرفيا بيستلم اكتر واحد عمل ميس باص. يعني بيسالوا السيسي بيقولوا له اكتر ميس كنت بتحبها في التعليم مين؟ قال لهم الميس باص، هو وعبد الغني. عبد الغني كل ماتش يلبس للزمالك جول. عبد الغني ده اقسم بالله، انت ايه جابك من اف سي مصر؟ انت ايه جابك من الغيط يا عبد الغني؟ ايه جابك من الغيط؟ نروح بقى للناس اللي بتقول نظرية شيكابالا عامل شلة هو وزيزو وعاملين مؤامرة على فيريرا. اولا فيريرا بروفيسور، تتفق تختلف، بروفيسور او بروفيسير بالضم او بالكسر، هو اسطوره وايقونه في علم التدريب. وانا ما ينفعش انا كسالم او انت كمشاهد ايا كان انت مين ما ينفعش ننتقد فيريرا. ماشي، هو اي حد بيغلط واي حد بيخطئ، بس كم من مدربين ما كانوش يعرفوا حاجه عن التدريب اصلا، واللعيبه كانت بتغطي الكوارث بتاعتهم في الملعب عشان اللعيبه رجاله. الزمالك الموسم اللي فات وهو ممنوع عنه القيد سنه عزيزي المشاهد وبيلعب بشويه عيال صغيره مصعدهم من الناشئين، كان بيقدم كوره احسن من كده بمراحل. صح ولا لا؟ شيكابالا وزيزو يعني بريئين براءة الذئب من دم ابن يعقوب في ان انت او انا نتهمهم بان هم عاملين مؤامرة او ما شابه. زيزو الراجل من قبل انا ما اطلع اتكلم معاك واسجل الفيديو ده منزل اعتذار على الانستا بتاع 10 سطور. انا بالنسبة لي يا زيزو اعتذارك على الانستا في يعني التواطؤ والاهمال بتوعك واللامبالاه وعدم الشعور بالمسؤوليه وانك تخش تشوط ضربه جزاء بالطريقه الساذجه دي اعتذار غير مقبول. واعتذارك المقبول بالنسبه ليا هو انك تجيب لك هاتريك في الماتش الجاي قصاد الاهلي. زيزو اما جبتش هاتريك اما صنعتلكش جولين على الاقل في ماتش الاهلي، يبقى انت ما اعتذرتليش انا كسالم براني. اما بالنسبه لشيكا، شيكا من المرات القليله وقليل لما كان بيشوط ضربه جزاء وكلنا عارفين، ولو شيكا بيشوط ضربات جزاء ما كانش حل زيزو متخصص وبيشوط هو ضربات جزاء، لا كان حل شيكابالا هو المتصدر في ضربات الجزاء. شيكابالا ما تعتبش عليه، اعتب على المسلوسي اللي ما دخلش. هو لو فعلا المسلوسي ما رضاش يخش، المسلوسي بيشوط ضربات جزاء كويس جدا، ما دخلش شاط ليه امبارح المسلوسي بيحط ضربات جزاء مزيكا. واي حد انا واخد فكره اي حد تونسي مغربي جزائري بيبقوا برده وتنيحين وبيشوطوا ضربات جزاء ما بيشغلهمش. وبعدين ضغوط ايه؟ ضغوط ايه في الملعب وانت الجمهور اللي في الملعب كله زمالك؟ يعني ايه؟ انا ناسي اصلا. يعني هقول لك ضغوط ازاي وانت اصلا كل اللي في المدرجات وايت نايتس وفرسان يعني كل اللي في المدرجات بيشجعوك، انت هتبقى مضغوط عشان الناس بتقول لك برافو. امال لو الناس بتنتقدك هتعمل ايه؟ رجلك مش هتشيلك في الملعب بقى. نروح بقى ختاما لايه هو المطلوب الفتره الجايه. المطلوب الفتره الجايه ابدا بالناس اللي لحقت تحجز التذاكر والتيكيتات بتاعه ماتش الديربي. اولا
اول اللعيبه ما تنزل الملعب يتم تجاهل الجميع والهتاف لنادي الزمالك فقط. الزمالك ممنوع تنادي على اي لعيب، ما يستاهلوش ان انت تنادي، ما تناديش على حد، يولعوا بجاز، ما تناديش على حد خالص. والماتش شغال برضو، الهتاف كله زمالك بس، زمالك فقط. ان ربنا وفقنا وسهل الحال يكون فيه هتافات يتم التحضير لها، وهيتم التحضير لها، تتهتف ان عايزين تعديل مسار او رسائل مبطنه ان انتوا انظبطوا، احنا كده كده في ظهر نادينا وبندعم الزمالك، ما بندعمكمش انتوا. في حال الخساره بقى لا قدر الله، اللعيبه تتسلخ، تاخد دش سخن شبه اللي اخدوه في ماتش الوداد الموسم اللي فات. اشتموا كل حاجه لابسه ابيض في اليوم ده. لو لعبت الاهلي في حد بره لابس ابيض يتشتم هو كمان، ده في حاله ان الزمالك يخسر. وبرده كل الدعم لنادي الزمالك، احنا بندعم النادي ما بندعمش لاعبين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.